لو انت ميديا باير الفيديو ده يهمك جدا. انت تعرف ان دلوقتي كلود ممكن تستخدمه في ان هو يعمل لك سيت اب للكامبينز بتاعتك على ميتا ادز، يعني يدخل على الداشبورد ويعمل سيت اب للكامبين جاهزه، او يدخل على جوجل ادز ويعمل سيت اب للكامبين. حتى انت ممكن تعمل ده بالموبايل. يعني تخيل انك تعمل كامبين كلود يدخل يعمل سيت اب للكامبين كامله على وات اي كان، السناب شات، تيك توك، ايا كان، يعمل سيت اب للكامبين. وده تطور رهيب يعني. كمان في نقطه تانية، كلود ممكن يعمل لك اناليسيز للكومبيتيتورز بتوعك المنافسين. يعني يجيب لك كل اعلانات المنافسين بتوعك في تخصص معين على سناب شات وعلى التيك توك وعلى فيسبوك وعلى جوجل. يعمل لك ريبورت كده على المنافس ده، اعلاناته 1 2 3 بيعمل ايه، ايه الهوكس، ايه الكرييتيفز، ايه الانجلز، ايه الاوفرز اللي بيعملوها، كل حاجه عن المنافسين. ده كلود ممكن يديلك ده. الحاجه الثالثه، انت تعرف انك ممكن تجمع، لو انت مثلا شغال فريلانس او انت شغال مثلا في ماركتنج ايجنسي او ايا كان يعني، بس انت ميديا باير وعندك اكتر من اكونت على اكتر من بلاتفورم، ممكن تجمع كل الاكونتس دي في مكان واحد. وتختار مثلا يدي لك تقارير عن كل الحسابات الاعلانيه على الفيسبوك وعلى جوجل وعلى سناب شات وعلى تيك توك في مكان واحد، لكل الحسابات لكل الكلاينتس اللي عندك او الاكونتس اللي عندك. ويدي لك ريبورتس، الكامبين دي صرفت كام، السي بي ال، النتائج، عدد الرسائل كام صرفت، الامبريشن، كل في مكان واحد. بالموبايل كمان تقدر تشوفه بالموبايل وبشكل دوري يعني على كلود. فتطور كبير صح. لو عايز تعرف الحاجات دي كلها، انا عامل كورس اي اي فور ميديا بايرز. بفضل الله الكورس ده مش هتلاقي زيه في السوق. مخصص فقط للميديا بايرز، ازاي انك تستخدم كلود او الاي اي في انك تبني لنفسك سيستم، تختصر على نفسك وقت، ازاي تعمل اوبتمايزيشن للكامبينز، ازاي تعمل سكيل، وازاي انك تحقق نتائج وتدير اكتر من بروجكت في نفس الوقت بسهوله بدون اي تعقيد. ومش شرط تكون خبير برمجي او انك تستخدم حاجات برمجيه واكواد، ولا حتى بتكلم في انك تعمل ده بالاوتوميشن ان 8 ان والكلام ده. لا، الموضوع ابسط من كده. لو عايز تفاصيل اكتر هسيب لك رابط التواصل على الواتساب، تتواصل معايا وان شاء الله ادي لك تفاصيل اكتر عن الكورس. السلام عليكم.